مساء الليل. أحكي لكم قصة ولد صديقي من الريف. يقول: مرحبا، أنا خالد. كنت عايش أنا وأبوي وأمي، بس أبوي كان قاسي ويانا. كنت عايش حياتي أكثرها ببيت عمي أو بيت جدي. توفى أبوي، تحولنا أنا وأمي لبيت جدي. كنت أنا أحب أقرأ الكتب وأطلع بالخصوص على كتب الروحانيات. جدي كان عنده اطلاع كلش قوي على هاي الأمور. لما مات جدي بقت مكتبته مقفولة، فكنت أنا دائما أقعد بغرفتي فوق أقرأ كتب وأحضر واجباتي. عمي كان يحبني حيل، كان يجيب لي الكتب. كتب بسيطة. ذاك اليوم خلصت الكتب اللي أنا كنت أقرأ بيها، رحت لغرفة جدي. لفت انتباهي مجموعة كتب مجلدة بجلد، ما أعرف شنو من جلد، طبعا جلد حيواني أو جلد ما أعرف. لفت انتباهي من ضمن هذه الكتب كتاب عليه صورة إنسان. أخذت المجموعة، حطيتها على مكتب جدي، قعدت أقرأ. قرأت الكتب الأولى إلى أن وصلت للكتاب الأخير، تركته، رحت نمت. قلت الصبح أجي أقرأ. صار الصبح، كملت واجباتي، نزلت للدوام، رجعت ظهر، رديت، رجعت لغرفتي، نمت، صبحت ونمت. صار العصر، قعدت راجعت واجباتي، رحت لغرفة جدي، لزمت الكتاب اللي كان بغرفة جدي أقرأ. فكل ما أقرأ صفحة أكو كتابة جوا أقرأها. ما أعرف شنو هي الكتابة طبعا، أو ما أريد أذكرها. كملت القراية. بعض الصفحات لفتت انتباهي جملة جوا مكتوبة بلغة معينة، بمعنى: الدم المتدفق سيقودك إلى ما تركته خلفي، لكن هل لديك الشجاعة إلى فتح عالم المحرمات البشرية؟ طبعا أنا ما افتهمت شنو هاي الجملة. حاولت أفسرها، والله أتفكر شنو هاي، شنو المقصود منها. فأنا جاي أقرأ انجرحت بالقلم اللي كنت لازمة بإيدي، طاحت قطرة من الدم على الكتاب. ما اهتميت، كملت القراية بالكتاب. سديت الكتاب، تأخر الوقت، طلعت، رحت لغرفتي. اجى ببالي أشرب لي فنجان قهوة، فقمت أريد أروح أنا أسوي قهوة. لقيت الفنجان محضر على الميز يمي. قلت معقولة أنا سويت قهوة وما أدري؟ هل يا ترى أنا سويت قهوة؟ ما أعرف. قعدت شربت قهوة، أقرأ. نعست، وأنا أقرأ نعست، رحت للفراش نمت. نزلت من البيت أرد أطلع، فإذا بالباب مال البيت موجود بزونة سودة.
أول مرة أشوفها طلعت أتمشى أروح للدوام. وصلت على الشارع نفس البزونة واقفة بالركن مال الشارع. شرت السيارة صعدت رحت للدوام رجعت ظهر. أما البزونة بالركن كأنها ما تنتظرني. رجعت للبيت أتمشى. دخلت للبيت قاعد أرد أسبح أرد أخذ ملابسي. لقيت الملابس بالحمام. شلون أنا داخل ملابسي ما لقيت الملابس لقيتهم بالحمام. عجيب. غضيت النظر دخلت أسبح. سبحت كملت لبست ملابسي طلعت دخلت الغرفة. زين. قاعد تقرأ اجى ببالي انه اسوي لي قلاص شاي. رحت ارد اسوي قلاص شاي. قمت يعني من المكتب ارد اقوم اروح اسوي قلاص شاي. لقيت شاي محطوط على المكتب. انا حضرت الشاي مستحيل يعني هاي ثاني مرة تصير وياي هاي الفقرة. شربت الشاي. زين. التفتت هيك شوف بنية واقفة بالغرفة يمي. ارتعبت ما قدرت احكي. كان تقول لي لا تخاف. استجمعت قوتي. منو انت؟ قالت لي انا سيلين. من انت سيلين؟ شلون دخلت اللي هنا؟ كانت تقول لي انت اللي ندهتني. قلت لها انا ما ندهتك. شلون جيتي؟ كانت تقول انت ندهتني وانا جيت. شلون ندهتك يعني؟ كانت تقول بمعنى اصح انت اللي حضرتني. شلون حضرتك؟ طبعا انا اقولها شلون حضرتك؟ قالت لي بالكتاب اللي انت قرأته. استرجعت ذاكرتي انه الكتاب هل تستطيع هل لديك الشجاعة تحضر ما وراء البشرية. زين. قلت لها المطلوب. كان تقول ماكو شيء مطلوب. قلت لها وهو. كان تقول لي هذا محبسي هذا خاتم يمتى ما تريد أو تريدني بس افرك الخاتم. قلت لها تمام. خلت الخاتم راحت باوعت ماكو. معقولة أنا أحلم؟ باوعت الخاتم موجود على الميز. تمام. خليت الخاتم مكانه. نمت الصبح قعدت أريد أطلع للدوام. لبست ملابسي. لقيت كالعادة قلاص شاي متحضر. شربت قلاص شاي. حطيت الخاتم بصبعي طلعت. رحت للدوام. قعدت ويا جماعتي أسولف وكذا سوالف. واحد كان مضوجني أو يستفز الشباب. قلت هذا والله أبيه هسه مال يطيح مال واحد يكسر ايده. حكيتها على الفطرة مثل ما جاي نسولف أنا وجماعتي. هذا الشخص جاي يسولف ويا جماعته عثر وطاح كسرت ايده. صديقي اللي قاعد يمي قال لي انت بيك شي مو فارغ. ليش؟ كان يقول لي انت قلت مال واحد يكسر ايده شلون وقع وانكسر الا انت عندك شي. قلت له انا ما عندي شي بس حكيتها لا اراديه.
زين. رأسة باوع علي كان شوفني لابس الخاتم، قال لي هذا محبسك مو خالي. قلت له والله هيك محبس طبيعي، تريده هكيه؟ قال لي والله جيبه. لبسه بإيده، ما طول 5 ثواني نزعه، قال هذا المحبس بيشي هكيا ما اريده. قلت له شبيه ما بيشي؟ ترى محبس طبيعي. قال لا هذا محبسك بيشي. أخذته لبسته، قلت له هذا أنا لابسه. قال لا بيشي هذا، منين جبته؟ قلت له مال جدي. قال تمام. لبسته. المهم قضى اليوم، رجعت للبيت. من رجعت للبيت دخلت فركت المحبس، قلت أشوف شنو السالفة، ما أحس إلا سيدين موجودة. من اللا شيء ظهرت لي. أنا فزيت، قلت لها ما يصير هيك ظهري لي، يعني طفرتيني هسه، يعني رعبتيني. قالت وليش خايف يعني؟ قلت لها شنو سالفة الولد اللي تعور؟ كان تقول انت ردت تعور وانا عورت. قلت لها بس مو هيك يعني، انا لا اراديا قلت يا بس اكون اطيح وينكسر ايده، واحد تكون ضربه وتنكسر ايده حتى يتوب ما يأذي الناس. قالت انه انا حققت لك هالشي. قلت لها بس ما يصير. طبعا أعطيكم مواصفاتها. كانت جميلة بشكل، حلوة، عيون عسلية، شعر أسود بياض الثلج، لابسة فستان أخضر، كلش جميلة. المهم سيدين بس مو بهيجي طريقة تأذين الولد. قالت هو دائما يستفزك وأنا حبيت أدبه لك. قلت له شلون تعرفين؟ كان تقول أعرف من زمان، وأنا كنت حاسة أنه أنت راح يجي يوم واظهر لك. استغربت من هذا الحكي، شلون تعرفني من زمان؟ قالت هسه أنا راح أروح وإلنا لقاء إن شاء الله. قلت له تمام. اللي هنا ونكمل لكم شلون تعرفني وشلون كانت تريد انه تظهر لي بيوم من الايام. ننهي حلقتنا لهذا اليوم، وان شاء الله نكمل القصة وياكم بيوم آخر. لنا لقاء.